التربية السليمة هي أساس كل شيء. الفيديو اللي قدامنا ده بيوضح إن في عربية واحدة ست ومعاها ابنها وفي شكارتين بصل. الست دي المفترض إن هي هتحملهم في العربية دي. نركز يا جماعة في الفيديو. الست دي حطت الموبايل بتاعها على المصطبة اللي قدامنا. شايفين اللقطة؟ بنكرر اللقطة مرة تانية بنعيدها. حطت بإيديها الموبايل على المصطبة علشان خاطر تحمل شكاير البصل دي في العربية دي. من الواضح ان احنا في شهر رمضان الكريم، شهر 5، طبعا زينة رمضان قدامنا. هي وابنها بتشيل شكاير البصل دي وهتحملها في العربية دي. ملاحظين دلوقتي ان الموبايل ده موبايل نوكيا عادي، من اللي هو يعني حاجة مش تاتش ولا حاجة. حطيته علشان خاطر تحمل شكاير البصل دي في العربية وترجع تاخد الموبايل. لكن البني ادم وارد ان هو ينسى ويسهى عن اللي هو عمله. وارد كل حد يا جماعة ينسى حاجة. النسيان ده شيء فينا كلنا. الست بالفعل حملت شكاير البصل، حطتهم في العربية، راحت ناحية الباب بتاع العربية وهتركب عادي جدا وتنسى الموبايل بتاعها. راحت العربية، الساعة كانت 11:51 دقيقة، 12 إلا ربع. شايفين يا جماعة العربية بترجع، ابنها بيرجع العربية. الساعة كانت 23، يعني 11:51 دقيقة، يعني 12 إلا 10 دقايق. العربية بترجع ونسيت الموبايل على المصطبة زي ما احنا شايفين. طبعا الكاميرا بعيدة، احنا بنقرب علشان خاطر الناس بس تاخد بالها من الموبايل. وفضل الموبايل ده شوية لحد ما هنشوف مين هيجي ياخده. ده سبب ان انا قلت التربية السليمة هي اساس كل شيء. فضل الموبايل محطوط. العربية طبعا مشيت. هنقدم شوية الفيديو. مشيت العربية خلاص وعادي جدا. فضل الموبايل في الشارع ده، محدش واخد باله من الموبايل طبعا. خلاص العربية مشيت، اتحركت، مفيش خلاص. عدى واحد شاب بعجلة، ما خدش باله طبعا من الموبايل لانه كان في الاتجاه التاني المعاكس. شوية وجاء شاب تاني. طبعا رمضان يا جماعة يعني صلاة فجر والناس بتستعد للسحور وكده. الشاب جاي عادي جدا معدي من جنب الموبايل، ما خدش باله من اي حاجة. خلاص ما خدش باله من الموبايل لغاية ما فضل الموبايل شوية. الساعة 23:54 عدى راجل وابنه. بصوا يا جماعة، ابنه فجأة خد الموبايل. والده بيقول له هات يا ابني الموبايل، ابنه قال له لأ، وخلاص خدوا الموبايل كده ومشوا. طيب سيادتك خدت الموبايل بدافع ان حضرتك ترجعه لاصحابه. سيبنا الراجل ده مهلة 24 ساعة. موبايل يا جماعة في خلال نص ساعة الست على ما اكتشفت ان هي نسيت الموبايل بتاعها قالت ارن عليه. رنت على الموبايل بعدها بنص ساعة الموبايل مغلق وغير متاح. النية هنا يا جماعة، النية بتاعت الراجل ده بايتة ان هو ياخد الموبايل ده، مع انه يعني مش مستاهل. يعني موبايل بسيط، حاجة نوكيا طبعا من ارخص الانواع وحاجة قديمة جدا. يعني الست بتستعمله كالو بس فقط، مش تصفح فيس ونت وسوشيال والكلام ده كله. يعني حاجة مش ذات اهمية. لكن قيمة الموبايل يا جماعة في الخط والارقام والشريحة والحاجات الداتا اللي عليه دي. الناس الست رنت على الموبايل مرة واثنين وثلاثة وقالت انا هسيب الراجل ده فرصة 24 ساعة ان هو يرجع الموبايل ده، ومش هنشر الفيديو ده الا لما اشوف الراجل ده ناوي على ايه. طبعا من هنا الظنون بتبتدي. نظن ان الموبايل فصل شحن، ان الراجل هيشحنه ويرد عليه. طبعا ده مش تاتش يا جماعه، ما قلنا الموبايل ده موبايل نوكيا عادي ولا تاتش، يعني قادر الراجل يفتحه عادي ويرد على المكالمات ويبص يشوف ارقام مين. ده لو النيه هنا يا جماعه ان هو عايز يرجع الموبايل كان رجعه. النيه لو بايته ان هو عايز يرجع الموبايل ده كان هيرن على اي رقم، رقمي، جوزي، ابني، هيدور في الليسته بتاعت الارقام على اي رقم من ده ويرن عليه يا جماعه انا لقيت الموبايل ده. او لو الموبايل رن خلاص هيرد يقول يا جماعه انا لقيت الموبايل ده، يا ريت صاحبه يجي ياخده او نتقابل في الحته الفلانيه. لكن انت سيادتك تقفل الموبايل، يبقى هنا النيه ان حضرتك مش عايز ترجع الموبايل لاصحابه. الست بعد ما عدى 24 ساعه طبعا فرغت كاميرات و12 الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. وفضل الفيديو لمده اسبوع لعمل ضجه جامده على مواقع التواصل الاجتماعي، السوشيال ميديا والفيسبوك. ناس قالت ان الموبايل ده من حقه
الراجل لقى حاجه ومش سرقه، مش من حقكم تنشروا الفيديو لان الراجل ده لاقيه. فاحنا هنا يا جماعه في نقطه، مش كل من لقى حاجه ياخدها. مش سيادتك لقيت 100,000 جنيه ولا 10,000 جنيه تاخدهم، دول مش من حقك، دي مش فلوسك، حضرتك ما تعبتش فيها علشان خاطر تاخدها. في البدايه بسال على الفلوس دي، ما لقيت لهاش صاحب خلاص بتفضل الفلوس معاك وليك حريه التصرف فيها، ده لو في حين ان انت ما لقيت لهاش صاحب. لكن الوضع اللي احنا شفناه ده، سيادتك شايف موبايل، الموبايل ده بيترن عليه كل نص ساعه كل ساعه، فضلت الست يا عيني طول الليل ترن على الموبايل ده وما حدش بيرد، لغايه ما تاني يوم الخط اتقفل واتحط شريحه تانيه في الموبايل، وفضل اسبوع مع الراجل ده. ونتفاجئ بعد اسبوع ان مرات الراجل ده ترجع الموبايل لاصحابه. فين يا جماعه الموبايل ده؟ والموبايل خلاص رجع للست دي بالشريحه بتاعتها، واعتذروا عن الموقف ومعلش احنا اسفين، ابننا هو السبب وابننا اللي كان واخد الموبايل ومش ناوي يرجعه. سيادتك بقى اب ليك دور على انك تسيطر على تصرفات ابنك تقول له الحلال والحرام، تعرفه الصح من الغلط، تعرفوا ان انا ما لقيتش حاجه اخدها، مش كل حاجه ان انا الاقيها استحلها. كل حاجه يا جماعه بتبقى هنا لها اصحاب. الموبايل ده اكيد يعني مش بتحط هنا عبثا، دي واحده ست اكيد نسيته، شاب نساه، المفروض ان انا ارد واسال يا جماعه انا لقيت الموبايل ده، حضرتك ممكن تيجي تاخده. وطبعا يعني في ناس بتبقى مستنيه الحلاوه كده من رجوع الموبايل، وفي ناس بتقول لك شكرا، ويكفي ان انت رجعت الحق لاصحابه. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. الفيديو ده كان صادم ليا وحبيت أعمل بيه فيديو عشان أتكلم أخاطب أولياء الأمور. خلي بالك من ابنك، تصرفات ابنك تعتبر محسوبة عليك، أنت اللي بتربيه على الصح والغلط، أنت اللي بتعلمه إيه الحرام وإيه الحلال وبتعلمه كل حاجة. وطبعا الابن ده هو قدوة ليك في دنيتك، يعني ده ممكن يكون ابنك هو الصدقه الجاريه اللي بنقوله في الدنيا، ممكن يدعي لك وممكن، لكن سيادتك تعلمه الحاجات دي، لقيت حاجه خدها. فمن هنا الوضع مؤسف صراحه، يعني انا بعتذر جدا عن عرض الفيديو ده. هو كان صادم بالنسبه لي، فيديو صادم صراحه، يعني اشوف والد مش قادر يسيطر على ابنه، ولا بيقول له رجع الموبايل لاصحابه، ولا بيقول له عيب يا ابني، ولا هات الموبايل ده نشوف صحابه مين، او نرن على اي رقم نقول له احنا لقينا الموبايل ده ونرجعه لاصحابه. لا، النيه هنا كانت بايتها ان هو ياخد الموبايل ده. اسف على الاطاله، اسف مره تانية، شكرا ليكم. ولو عجبك فيديوهاتي اشترك في قناه حياتنا اليوم وفعل الجرس، واستنوني فيديو جديد. الى اللقاء.